يعطيكم العافية. وصفتنا اليوم رح تكون كيك من أشهى الكيكات بطريقة سهلة وبسيطة وبطعم مميز. بهالبردات بيخطر عبالنا نعمل كيك مع الشاي مع القهوة للسهرة. خليكن معي أحبابي لنشوف طريقة العمل. بالبداية أحبابي عندي 4 حبات من البيض، وضروري البيض يكون بحرارة الغرفة. بدي أفصل الصفار عن البياض، رح حط البياض لحال والصفار لحال. رح حط على البياض ملعقة كبيرة من الخل الأبيض، بضيف فوقهم ملعقة صغيرة من الملح. وهون أحبابي بدي استعمل الخفاق الكهربائي. بدي ضل عم بخفق لحتى احصل على اللون الأبيض ويتضاعف حجمهم مثل ما نكون شايفين بالصورة. من بعد ما خلص خفق بدي اضيف سكر البودرة. بدي اضيف 3 ملاعق كبار من السكر البودرة انا وعم بخفق. بدي نخلهم فوقهم شوي شوي انا وعم بخفق. شايفين حتى لو قلبته ما بيهتزوا. هذا القوام يلي بدي احصل عليه. هلا رح احطه بالثلاجة لحتى نكفي باقي الخطوات. عندي هون صفار البيض بدي اخفقهم، وضيف فوقهم ظرف من الفانيليا. ورح ضيف فوقهم كوب من السكر. كمان بضيف السكر انا وعم بخفق. رح ضيف نص كوب من الزيت النباتي و3/4 الكوب من الحليب السائل. بالنسبة للطحين عندي هون ربع كوب، الكمية كلها هي كوب وربع. ضفت هلأ ربع كوب ونخلته وبسباتولا بحرك. من بعدها بجيب الخليط البياض يلي حضرناه وبضيفهم فوقه، وبسباتولا من تحت لفوق مثل ما نكون شايفين. أحبابي ما بدي بس ضيف الطحين اخفق بالخفاق، ولا بدي حرك بسرعة. بسباتولا من تحت لفوق كرمال ما يهبط عندي البياض، وأحصل على الشكل يلي بدي إياه وينجح معنا الكيك. هلأ بضيف كوب الطحين وبنخله. بهيدا الشكل من تحت لفوق، وبضيف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. كمان بنخلها وبعملها بالملعقة مثل ما نكون شايفين كرمال ما يبقى عندي ولا تكتلات. وهيدا القوام يلي حصلت عليه. عندي هون صينية بايركس ضفت فيها ورق زبدة، دهنتها بالزيت وحطيت ورق الزبدة. وهلأ رح احط الخليط، وبهيدا الوقت الفرن عم حميه كانت مسبقا. وهيدا شكل الكيك من بعد ما طلع من الفرن. انا احبابي رح قص الجوانب كرمال يطلعوا القطع متساويين. رح قطعوا قطع مربعات متساوية. انتو فيكن تقطعوا بالطريقة يلي بتحبوها. انا ضفت الكراميل على وشه، انتو فيكن تضيفوا يلي بدكن اياه والمتوفر عندكن، وفيكن تاكلوه سادة كمان جدا لذيذ. لهون احبابي بتكون خلصت وصفتي لليوم. اشتركوا بالقناة اذا ما انكم مشتركين، وفعلوا الجرس وحطوا لايك للفيديو اذا عجبكم لحتى يوصلكم كل جديد. واهلا وسهلا فيكم بقناة اكلات ايمان الشهية.